ندخل في قراءة هذه الأربعين النووية، والتي ذكر النووي رحمه الله تعالى لها جملة من الأحاديث والمقدمة قبلها في فضل حفظ الأربعين، وهذه الأحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا حديث منها. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أول حديث منها، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد رواه غير البخاري وغير مسلم، أخرجه الحميدي وأخرجه ابن الجارود وكذلك البيهقي وكذلك ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو عند الإمام أحمد في المسند. والحديث هذا من أحاديث الآحاد في مصطلح الحديث، تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. يعني الحديث قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر، وهو من أفراد يحيى بن سعيد، عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وليس لهذا الحديث طريق يصح إلا هذه الطريق، يعني ليس هناك طريق يصح الحديث منها إلا هذه الطريق، كما قال ابن المديني. وقد جاء الحديث عن أبي سعيد ولكنه لا يصح. الأنصاري يحيى بن سعيد رواه عنه خلق كثير، قيل رواه عنه أكثر من 200 راوي. واتفق العلماء على صحة هذا الحديث وثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبوله. وقد صدر البخاري رحمه الله تعالى كتابه بهذا الحديث، يعني أول حديث في صحيح البخاري ما هو يا أحمد؟ إنما الأعمال بالنيات، وجعله مقام الخطبة، ما عجاب خطبة، إن الحمد لله على طول، إشارة إلى أن كل عمل كما قال ابن رجب لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له أو منه. وقد قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر فيما نقل عن أبي إسماعيل الهروي أنه كتب هذا الحديث عن 700 نفر من أصحاب يحيى بن سعيد، حتى أن ابن حجر قال: تتبعته من الأجزاء والكتب
حتى مررت على 3000 جزء. ما هو؟ على 3000 جزء، فما استطعت أن أكمل له 70 طريقا. وهذا هو الذي يتعلق بهذا الحديث. وحديث الأعمال بالنيات يعتبر من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام كله. يقول الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل فيه 70 بابا من الفقه، يدخل فيه 70 بابا من أبواب الفقه. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أصول الإسلام ثلاثة أحاديث. أصول الإسلام 3 أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. هذه 3 أحاديث يقوم الإسلام عليها. الحديث الأول حديث من؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، والثاني حديث عائشة، والثالث حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فهذه الأحاديث تعتبر من أصول الدين، أو مما يقوم، أو من أصول الإسلام، وهي التي يبدأ بها، أي هذه الأحاديث، وهي مهمة جدا. إذن الإمام أحمد ذكر 3 أحاديث التي عليها أصول الإسلام. هناك من أهل العلم كما ذكر أبو إسحاق ابن راهويه أو إسحاق ابن راهويه رحمه الله، أنه قال 4 أحاديث هي من أصول الدين. طيب هات يا إسحاق. قال: حديث عمر الذي هو ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، حديث من؟ النعمان بن بشير، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، حديث من؟ حديث ابن مسعود، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد، حديث من؟ حديث عائشة. إذن أبو إسحاق الهروي ذكر كم؟ ذكر 4 أحاديث. والإمام أحمد ذكر كم؟ 3 أحاديث أصول الإسلام. وأبو إسحاق ذكر أصول الدين أنها قائمة على 4 أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، والثاني حديث إن الحلال بين وأن الحرام بين، والثالث إن خلق أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، والرابع حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد ذكر بعض العلماء أن النبي جمع الدين وأمره، أمر الآخرة، في كلمة من أحدث في أمرنا هذا، وجمع أمر الدنيا كله في قوله إنما الأعمال بالنيات. حديثان. إذن الإمام أحمد كم ذكر لأصول الإسلام؟ 3. وأبو إسحاق الهروي كم ذكر لأصول الدين؟ 4. وعثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي جميع أمر الآخرة في كلمة من أحدث في أمرنا، وجمع أمر الدنيا كله في كلمة إنما الأعمال بإيش؟ بالنيات. أي نعم.
قال أبو داود رحمه الله: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير حلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المحسنين المسلمين ما أمر به المؤمنين، إلى آخره. وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن تعددت أقوال العلماء فيما يتعلق بمدار الإسلام ومدار الدين، لكن الكل متفق على حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبعضهم ذكر غيره، هذا هو. فهذا حديث عظيم، إنما الأعمال بالنيات. وذكر بعضهم أن الفقه يدور على 5 أحاديث: الفقه الحلال بين، ولا ضرر ولا ضرار، والأعمال بالنيات، والدين النصيحة، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذه 5 يقوم عليها الفقه. هذا قول لبعض أهل العلم. وبعضهم ذكر أنه يكفيه من الإسلام 4 أحاديث، يكفي الإنسان لدينه. الأعمال بالنيات هذا، ومن حسن إسلام مرمت تركه ما لا يعنيه، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، بالمعنى طبعا حديث أنس، والحلال بين والحرام بين. 4. وذكر المعافري الأندلسي قال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية. نظمها في بيتين شعريين، تكتبها: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية. البيتين لأبي الحسن طاهر ابن مفوز المعافري. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد. ايش وازهد؟ ايش الحديث؟ ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما عند. نعم، يحبك الله. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك. ماذا يقصد دع ما ليس يعنيك؟ من حسن إسلام المرء. واعملن بنية. ماذا يقصد واعملن بنية؟ إنما الأعمال بالنيات. اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية. في هذا الحديث الذي سطره إنما الأعمال بالنيات، في بعضها الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر. طبعا احنا قرأنا في النحو أن إن إذا دخلت على الجملة الاسمية فإنها تنصب المبتدأ على أنه خبرها، وترفع الخبر على أنه خبرها. تنصب المبتدأ على أنه اسمها، وترفع الخبر على أنه خبرها. فهنا المبتدأ جالس على ما هو مرفوع: الأعمال بالنيات، شبه جملة. الأعمال بالنيات، سيكون الأعمال بالنيات مبتدأ، وبالنيات جار مجرور
في محل رفع خبر إيش؟ المبتدأ. إنما الأعمال. ليش ما نقول إنما الأعمال؟ لأن معنى إن ذات نصب، فصلت بينهما ما. هذه ما تسمى. ماذا تسمى؟ تعال هنا. ماذا تسمى ما؟ تسمى كافة ومكفوفة. فما هنا كفت عمل إن، وأفادت الحصر. وأفادت الحصر أي أن الأعمال لا بد لها من نية. هنا اختلف كلام أهل العلم في اعتبار التقدير هنا. فما المقصود بقوله الأعمال بالنيات؟ ما هو التقدير؟ هل الأعمال الصالحة أم الأعمال كلها أم المعتبرة أم المقبولة أم ماذا يقصد؟ يعني بيقول إنما الأعمال بالنيات، في تقدير محذوف هنا، إنما الأعمال الصالحة أم إنما الأعمال المقبولة أم إنما الأعمال بالنيات. ماذا يقصد بالتقدير هنا؟ جميع الأعمال. هي جميعها نعم، كل الأعمال بالنيات، وكل ما يفعله الإنسان مداره على النية، هذا هو نعم، وهي الأعمال. وإن كان هنا أراد بها الشرعية المفتقرة. أما ما يتعلق بالعادات فإنها لا تحتاج إلى نية، لا تفتقر، كالأكل والشرب واللبس وغير ذلك. الآخرون يقولون أن التقدير على عمومه، تقدير على عمومه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي لك أنت ما نويت. من يذكرنا بحديث في هذا المعنى؟ لك ما أخذت يا زيد ولك ما نويت يا معن. فالعمل بالنية، ولهذا يقولون لا عمل إلا بنية، ولا نية ولا عمل إلا بإخلاص، ولا نية ولا عمل ولا إخلاص إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. 4، لا عمل إلا بنية. إذن عندنا نية، عندنا عمل، والعمل لابد أن يكون له نية، والنية لابد أن تكون خالصة، وهذا الثلاث لابد أن يكون إيش؟ موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الأعمال بالنيات، كل عمل تقوم به بالنية، والنية تقع على معنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادة كصلاة الظهر وصلاة العصر، لابد من نية بصلاة العصر. لكن لو دخل الإنسان بنية عامة يصلي، ما هو داري كم صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ما هي صحيحة، لابد من التعيين. أنت الآن داخل تصلي، ماذا تصلي؟ لابد من التعيين. دخل رجل يغتسل، قال نويت أن أغتسل للجمعة، ولما خرجت وذهبت المسجد ذكرت أني جنب وما نويت الاغتسال للجنوب، ماذا يفعل؟ يرجع يغتسل مرة ثانية. إنما الأعمال بالنية، هنا لابد من التعيين، كتمييز شهر رمضان، تمييز العبادات والاغتسال من الجنابة وغير ذلك. والمعنى الثاني تمييز المقصود بالعمل. وهل المقصود بالعمل وجه الله أم المقصود بالعمل غير الله تبارك وتعالى؟ فهنا لا بد. وهذه النية هي التي يتكلم عليها العلماء في كتبهم بما يتعلق بالإخلاص وما يتعلق بغير الإخلاص.
وقد ألف العلماء رسائل كثيرة جدا في هذا الباب. والنية هي الإرادة، وهناك من أهل العلم من يفرق بين النية والإرادة، وقد ألف بعضهم كتبا في هذا، ففرق بعضهم بين النية والإرادة، مع أن النية والإرادة، ولهذا يقول الإمام أحمد أن خروجك من بيتك نية. يقول العلماء النية هي الإرادة والقصد، هي الإرادة والقصد، وهذا هو. فهناك من أهل العلم من قال أن النية تختص بفعل الناوي، والإرادة لا تختص بذلك، وذكروا على ذلك أدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد بها هذا المعنى غالبا، فهي بمعنى الإرادة، ولهذا يعبر عنها بلفظ الإرادة. قال الله عز وجل من كان يريد الدنيا، وقال عز وجل قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما المقصود بالإرادة هنا؟ النية، مقصود بها النية. أي نعم. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا. ما المقصود بالإرادة هنا؟ النية. أي نعم. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ايش؟ وجهه. ما المقصود بالإرادة هنا؟ النية. أي نعم. وقد تذكر بمعنى الابتغاء كقوله عز وجل إلا ابتغاء. ما المقصود بالابتغاء هنا؟ النية صالحة، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال الله مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. هذا هو. فيعبر عنها بالإرادة ويعبر عنها بالابتغاء. أي نعم. إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان مطالب بإصلاح النية، بإصلاح النية. فقد يقتل القتيل في أرض المعركة والله أعلم بنيته، وقد يكون من حطب جهنم وهو في المعركة ويقاتل الكفار، وذلك لأن نيته ماذا؟ خاربة. قالوا هنيئا له الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا والله إن الشملة التي أخذها من الغنائم قبل أن تقسم لتشتعل عليه في قبره نارا. في حديث آخر قالوا هنيئا له الجنة، قال إنه في النار. تعجبوا كيف النار؟ وما ترك للناس من شاذة ولا فاذة إلا قاتل، وذلك أنه أصابته جراحة فآلمته فقتل نفسه من أجل يرتاح. نسأل الله العافية. فالواجب على المسلم أن يخلص في النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا الشاهد. تبتغي بها إيش؟ وجه الله. تبتغي بها ماذا؟ وجه الله. أي نعم. إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يبعثون على نياتهم. حديث من؟ حديث عائشة في الصحيحين. نعم. كل هذه الأدلة تدل على أهمية النية، وأن المسلم مطالب بها. والنية تعتبر من أخطر ما فيك، من أخطر العبادات ومن أشدها على الناس. ولهذا يقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لماذا؟ قال لأنها تتقلب علي. ذكرها أبو نعيم. وذكر داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم تنصب.
هذا هو. جاء عن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا النار ولو بشق. لماذا هذا الشق سينجيك من النار؟ إذا أخرجته بالنية. فالنية الصالحة تكبر العمل الصغير، والنية الفاسدة تحقر العمل الكبير. أي نعم. فالإخلاص والنية مطلوبان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن، ولم يقل أكثر وأفضل. ما معنى أحسن؟ أخلص وأصوب، كما قال الفضيل بن عياض، قال: أخلصه وأصوبه. ثم قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا صوابا. فلا بد من الإخلاص. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ الذي أخلص الإنسان فيه لله، وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت لك ما نويت على حسب نيتك. أنت صليت لماذا؟ لله، لك ما نويت. وأنت لمن صليت؟ قال: من أجل أن يفرح بي أبي. أنت على ما نويت. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلك ما نويت، لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، لك ما نويت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النية الطيبة. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا فيها الإخلاص، هاجر لله عز وجل. وهاتان كلمتان جامعتان. إنما الأعمال بالنيات، أن الإنسان حظه من عمله على حسب النية. كلما كانت النية أقوى كلما كان الأجر أقوى، كلما كان الأجر أقل. ولهذا قد يعمل شخصان عبادة واحدة الفرق بين الأجر بينهما كما بين السماء والأرض. بماذا؟ بالنية. لماذا وصل الصحابة إلى ما وصلوا إليه؟ بالنية. نيتهم قوية في العمل رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أي نعم. فأخبر النبي أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النوايا وباختلاف القصد. فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا ورغبة في الدين وإظهارا له، هذا المهاجر. مثل ما نقول الآن: من نزل إلى مأرب يريد وجه الله ويريد أن يحافظ على دينه وعقيدته، فنزوله على حسب ما نوى. ومن نزل من أجل المال والفلوس والمعاشات والدنيا نفس الكلام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد ذكر بعضهم قصة لهذا الحديث، وهي قصة مهاجر أم قيس، أنه هاجر من مكة من أجل امرأة كان يحبها علشان يتزوجها في المدينة. فقال النبي هذا الحديث. وقصة مهاجر أم قيس لا تثبت، ليست صحيحة. أي نعم. فهذا هو الصواب. وقد ذكر كثير من المتأخرين هذا الأمر، إلا أنه لا يصح
عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح في سبب هذا الحديث أي قصة. فالواجب على الإنسان النية. قال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، نيته الشجاعة. الرجل يقاتل حمية، نيته الحمية. فلو قتل في سبيل من؟ الحمية. ولو قتل من أجل الشجاعة سيكون إيش؟ نيته الشجاعة. ولو قتل من أجل المغنم سيكون نيته ماذا؟ المغنم. فإلى ما ذهب إليه؟ هذا ذهب إلى المغنم إلى المغنم، وهذا ذهب إلى الشجاعة إلى الشجاعة، وهذا ذهب إلى الحمية إلى الحمية. فمن في سبيل الله ماذا قال النبي؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أي نعم. فالواجب الحذر، حذر من الرياء. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، نسأل الله السلامة. فالواجب على المسلم الحذر من الرياء، حذر من الرياء. وقد جاء عند الإمام أحمد حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله، ركز على هذا، من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه، ركز، فإن نومه ونبهه أجر كله. سبحان الله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف، يعني رجع مأزور وعليه سيئات، نسأل الله السلامة. فالحذر، حذر من الرياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لم يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يرح رائحة الجنة. حديث أبي هريرة عند أبي داود. أو قال لم يجد يوم القيامة، أو قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، نسأل الله السلامة. وهو حفظ القرآن وتعلم السنة وحفظ الأحاديث، لكن من أجل الناس لم يجد عرف الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. حذرنا الله أن نسلك هذا الطريق. قال النبي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله في الحديث القدسي فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالحذر، الحذر من الرياء. إنما الأعمال بالنيات. لماذا تحاضر؟ لماذا تخطب؟ لماذا تصلي؟ من أجل الله، من أجل الناس؟ من أجل الله هنيئا لك، من أجل الناس ولا معك شيء. قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حديث فوائده كثيرة، فنكتفي بهذا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. إلهنا حفظكم الله.